سورة الواقعة، مفتاح الرزق والبركة. عدد مرات القراءة، الأوقات الصحيحة، والضوابط الشرعية. التعريف بالسورة. السورة رقم 57، مكية، 96 آية، تقع في الجزء 27. لقبت بسورة الغنى لما اشتهرت به من ارتباط بزيادة الرزق ودفع الفقر. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تركت لبناتي سورة الواقعة فإني سألت رسول الله عنها فقال: من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. مع بيان أن هذا الأثر اختلف العلماء في صحته. توضيح هام: سنذكر ما ورد من ممارسات مشهورة مع بيان رأي العلماء في صحتها وضوابطها. المحور الأول: عدد مرات القراءة. أولا، الورد اليومي الأسهل والأشهر، مرة واحدة كل ليلة. هذا ما اشتهر عن ابن مسعود رضي الله عنه. مرتين، صباحا ومساء لمن أراد المداومة أكثر. 3 مرات يوميا، بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العشاء، من الممارسات الشائعة عند بعض العلماء. ثانيا، الأعداد المخصصة: 7 مرات لفتح أبواب الرزق وتيسير الأمور. 14 مرة يوم الجمعة خاصة لطلب البركة وتسريع الإجابة. 25 أو 41 مرة في أوقات محددة كعملية روحانية لمن يحتاج لتوسعة كبيرة في الرزق. ملاحظة هامة: هذه الأعداد من الممارسات الاجتهادية وليست سننا نبوية مؤكدة. المحور الثاني: أفضل الأوقات بعد صلاة المغرب. الأكثر شيوعا وقت انتقال الليل، يستحب فيه طلب الرزق والبركة لليلة قبل النوم مباشرة. ورد في الأثر: من قرأها كل ليلة قبل النوم لم تصبه فاقة. بعد صلاة الفجر وقت مبارك يفتح به يومك بالبركة والتوكل على الله. يوم الجمعة يوم مضاعفة الأجر، تقرأ بعد العصر أو المغرب بأضعاف العدد. نصيحة: اختر وقتا ثابتا في اليوم تداوم عليه، فالمداومة على القليل خير من الكثير المنقطع. المحور الثالث: ضوابط وبيان. حقائق هامة يجب معرفتها. القرآن كله بركة وشفاء. قراءة سورة الواقعة وغيرها من السور بنية طلب البركة والرزق، أمر مباح ومطلوب بشرط ألا يعتقد أن العدد أو الوقت سبب حتمي. الرزق يطلب بالأسباب الشرعية: كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الصدقة تيسر الرزق وتدفع البلاء. العمل الصالح والأخذ بالأسباب الدنيوية. الدعاء الصادق: اللهم ارزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير كد ولا تعب ولا مشقة. المحور الرابع: كيف تقرأها بنية صحيحة. النية: أقرأها طلبا لبركة القرآن الكريم وتوكلا على الله وثقة بكرمه، لا أقرأها كتعويذة أو سحر يوجب الرزق حتما. بعد القراءة اقرأ الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المداومة: استمر لمدة لا تقل عن 40 يوما لتشعر بالتغيير، وكن على يقين أن الإجابة بيد الله في وقتها المناسب. الخلاصة: سورة الواقعة سورة عظيمة، قراءتها بركة وخير، والمداومة عليها من أسباب توسعة الرزق، مع الأخذ بالأسباب الشرعية والتوكل على الله حق التوكل. تذكير: الرزق قد يتأخر لحكمة، فلا تيأس ولا تترك القراءة، وقل الحمد لله على كل حال. دعاء للمشاهد: اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا وبارك لنا فيه. لا تنسى الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليعمل خير.